هو ليه موبايل بكاميرا 50 ميجا بكسل ممكن يصور احسن من كاميرا 108 ميجا بكسل؟ الاجابه هتصدمك. قبل ما تشتري تليفون عشان خاطر الكاميرا ما تبصش على رقم الميجا بكسل لوحده. خليني اقول لك الاجابه من غير لف ودوران. الميجا بكسل الكبير مش معناه جوده الصوره احسن. موبايلات كتير ارقامها ضخمه بس صورها عاديه جدا، وده ليه؟ ده عشان خاطر السنسور بتاع الكاميرا صغير، والسوفت وير بيحاول يحسن في الصوره ويحسن في جودتها عشان تطلع بأحسن جودة. فجبت لك أهم سنسورات للكاميرات، لو شفتها في تليفون اعرف إن التليفون ده مميز جدا بالصور ومميز جدا بالكاميرات، فاطمن واعرف إن الكاميرات هي نقطة قوة في التليفون ده. ولو اسم الحساس مش مكتوب فاعرف إن الكاميرات مش نقطة قوة في التليفون، ومحطوطة كده شكل جمالي أو صورة بس كده. وتعالى أقول لك سر تاني مهم، ان كاميرا 50 ميجا بكسل بحساس كبير احسن 100 مره من كاميرا 200 ميجا بكسل بس بحساس صغير. حساس كبير يعني بيدخل ضوء اكتر، يعني نويز اقل، يعني جوده الصوره بالليل احسن حاجه من غير بهدله السوفت وير ولا التلاعب في الصوره. وافتكر دايما ان حجم الحساس اهم بكتير من عدد الميجا بكسل. حجم الحساس يعني ضوء اكتر، يعني جوده اعلى. واعرف ان الكاميرا مش ارقام، الكاميرا ضوء. واكتر حاجه الشركات بتلعب عليها والناس فاكراها ان هي ميزه جامده هو رقم الاف اللي جنب الميجا بكسل، ان هو كل ما صغر كل ما تبقى جوده الصوره اعلى. لكن في الحقيقه فتحه واسعه سنسور صغير يعني صوره محروقه، يعني نويز عالي جدا، تلاقي الصوره مبكسله كده، يعني الصوره مش واضحه، يعني الالوان فيها حاجه مش مظبوطه. لكن رقم الاف 2.2 مع فتحه واسعه وسنسور كبير مع او اي اس بيطلع صورة جودتها عالية جدا واهدى وادق وتفاصيل واضحة، نويز اقل. الخلاصة اللي الشركات مش هتقولها لك، محدش هيقولها لك، خد الزتونة. لو لقيت حرف الاف وجنبيه 1.6 اعرف ان دي تعويض لجودة الكاميرا، لكن الكاميرا في التليفون ده مش قوة. لو لقيت حرف الاف وجنبيه 1.6 في تليفونات متوسطة اعرف ان هم كده بيعوضوا الكاميرا الضعيفة، فده يبقى تعويض مش نقطة قوة في التليفون كاميراته. الحكم الصح على الكاميرات لو عايز تشتري تليفون وتصور بيه وتستخدم كاميراته وتلاقي صورة واضحة وقوية جدا، ان يكون سنسور كبير ويكون سنسور من شركة معروفة من شركات اللي انا قلتها لكم قبل كده. تاني حاجة الاو اي اس بيفرق كتير جدا في جودة الصورة، وفتحة عدسة مع سنسور كبير يعني الصورة خرافية جودة رائعة. واخر حاجة المعالجة من الهاردوير من الجي بي يو اللي موجود في المعالج، ده برضو نقطة قوة جدا في معالجة صور الكاميرا. فالكاميرا مش بالأرقام. فلو عايز تشتري موبايل صح اعمل فولو للقناة واعمل لايك للفيديو لو محتوى مفيد وعجبك. متنساش تعمل الشير، بيفرق معايا كتير. سلام.